يعطيكم العافية شباب وصبايا. معكم المدرس أيهم الدالي. اليوم رح نحكي عن العدد المشتق. مثل ما تعرفنا أنه بالعادة أو مثل ما تعودنا بالعادة بنحكي عن المفهوم، بعدين بنحكي عن تطبيقات هالمفهوم، مثل ما حكينا أول شيء عن النهايات، بعدين عن تطبيقات النهايات بالاستمرار بإيجاد المقاربات وإلى آخره. اليوم رح نحكي عن تطبيق من تطبيقات النهايات بالعدد المشتق. طبعا في طلاب رح تقول لي انه استاذ انت فت بالاشتقاق ولسه في افكار بنهايات واستمرار، بنهايات واستمرار ما خلصناها. ايه بعرف هالموضوع هذا، ونحن ماشيين بهالسلسله هي بهالطريقه هي مشان اذا في ثغرات سابقه عند احد الطلاب او عند بعض الطلاب ما يتاثروا. طبعا رح نحكي على الافكار كلها. الافكار يلي لسه ما جيناها رح نجيها بوقت ثاني، بس انا بوعدكم انه رح تكون كل افكار المنهاج معكم. طيب، قبل ما نفوت بفكرة العدد المشتق تعالوا نشوف شو يعني توابع أو شو الفائدة من التوابع. هلا بشكل عام يا شباب ويا صبايا نحن بنستفيد من الرياضيات أو بالتوابع بشكل عام، ندرسها هون لحتى نستفيد منها بأماكن تانية. يعني مثلا أنا هون بتعلم كيف أدرس تابع، بعدين بغض النظر هالتابع شو هو عن شو بيعبر، ممكن هالتابع يعبر عن حركة سيارة، ممكن عن حركة نواس مثل بالفيزياء بالنواسات ندرس توابع مثلثية. فهذا التابع بغض النظر عن شو بيعبر فنحن عم ندرسه هون. وبالفيزياء بناخذ تطبيقات الفيزيائية له، ممكن يكون هالتابع بيعبر عن اقتصاد مثلا، اقتصاد شيء محدد، وبندرس ايمت بيكون مثلا الاقتصاد او سعر سهم محدد لشركة ايمت تطلع ايمت تنزل، بغض النظر. بس المهم نحن هون رح نتعلم كيف ندرس التابع، والتطبيق اللي له مانا مش اللي بيصير شغلته بسيطة. يعني اذا قلت لك هذا التابع والله بيعبر عن حركة سيارة، ادرس لي حركة السيارة، بتدرس تغيرات هالتابع او بتدرس هالتابع هذا. هي بالنسبة للتوابع. هلا رح احكي لكم هيك قصه صغيره. مره من المرات كنا قاعدين مدرسين رياضيات وفي معنا مدرسين فيزياء وفي طالب بكالوريا بشكل فرارو جاي كان حاضر معنا. القعده هيك قعده عاديه ما دخل بالموضوع ابدا، يعني ما دخل لا بالدراسه ولا بالتدريس ولا بشيء، بسهره عاديه. فاحد مدرسين الفيزياء كان عم يحكي انه نحن بالبكالوريا بيوصل الطالب للبكالوريا وما بيعرف شو يعني اشتقاق. فهي شغله مؤسفه انه ما نعرف شو يعني اشتقاق. بيعرف يشتق، بيعرف يتعامل مع الاشتقاق، ولكن ما بيعرف شو يعني اشتقاق، او بالاحرى خلينا نقول بيخلص البكالوريا وما بيعرف شو يعني اشتقاق. فهون اجى الطالب اللي كان موجود، بحكم كنت اصغر المدرسين بالسن، فاجى هيك سالني هيك بيني وبينه، استاذ شو يعني اشتقاق؟ جاوبته بكلمه واحده. طبعا هو كان مخلص بكالوريا، يعني شيء مخلص بكالوريا وعم بيقدم على المفاضله واو. شو يعني اشتقاق؟ جاوبته بكلمه واحده. شو هي هالكلمه؟ الاشتقاق هو التغير ببساطة. يعني إذا عندي تابع بيعبر عن سرعة سيارة، فاشتقاق هالتابع هو تغير هالسرعة. إذا عندي تابع بيعبر عن حركة كوكب، اشتقاق هالتابع هو عبارة عن تغير حركة هالكوكب. وهكذا إذا عندي تابع بيعبر عن سعر سهم بشركة ما، فاشتقاق هالتابع بيعبر عن تغير سعر هالسهم هذا. هي بكل بساطة. تعالوا نفوت بالعدد المشتق. أول شيء لنشرح من وين إجت هي أو شو هو العدد المشتق، بعدين رح نشوف كيف بدي أدرس قابلية الاشتقاق، بعدين نفوت بالاشتقاقات بشكل عام. بيوم من الأيام يا شباب ويا صبايا حكي معي أحد أصدقائي، قال لي بدي استعير منك السيارة، بدي أطلع من الشام على حمص. أنا ما يعني بعادتي ما بعير السيارة لحدا، بس إنه انحرجت وقلت له خلص ما في مشكلة، وكان عنده ظرف طارئ الزلمة. فاجيت انا اخذ السياره معه وهو مسافر من الشام لوين؟ لحمص. طيب اجيت انا صرت بدي احكي معه مشان اعرف، يعني بدي اطمن مو على الصديق، يعني ما بدي اطمن على الصديق، بدي اطمن على السياره. لا عم بمزح اكيد، يعني سلامته اهم من السياره. المهم اجيت انا بدي اطمن قديش ماشي سرعه او شو ماشي سرعه على الطريق. فاجيت بعد ساعه تقريبا، خلينا نعتبر انه المسافه او الزمن من الشام لحمص رح ياكل ساعتين وقت. فاجيت انا بعد ساعه حكيت معه قلت له قديش ماشي سرعه؟ قال لي 60. طيب هل يا ترى هو طول الطريق كان ماشي 60 ولا باللحظه اللي حكيت معه انا فيها كان 60؟ لا، باللحظه اللي حكيت معه فيها كان 60. طيب اذا بدي اخذ سرعه ادق شو بساوي؟ بدل ما احكي معه كل ساعه بصير احكي كل نص ساعه. وفعلا اذا اجيت حكيت مثلا باول نص ساعه كان ماشي 100، بعدين 60، بعدين 90 الى اخره. فلما صغر الزمن صار عندي دقة أكثر بالسرعة، صار عندي دقة أكثر أو تصور أكثر للسرعة اللي ماشي فيها. طيب حلو. طيب هل يا ترى هي أدق سرعة وصلت لها؟ أكيد لا، لو إنك حكيت معه كل ربع ساعة فكنت أخذت سرعة أدق.
فانا اذا حكيت معه كل ربع ساعه، فمثلا اول ربع ساعه كان ماشي 50، بعدين 100، بعدين 180، بعدين 60 وهكذا، فاخذت سرعه ادق. يعني انا صرت عندي تصور اكثر للسرعه اللي كان ماشي فيها على الطريق. تمام. طيب حلو هالكلام. اذا بدي اخذ رح اعبر عن يعني انا المده الزمنيه اللي عم احكي معه فيها كانت كل ربع ساعه. طيب حلو، اذا سميت هالربع ساعه هي اتش، او المده الزمنيه هي اتش، وهي اللحظه A، وهي اللحظة A زائد H. يعني أنا حكيت معه هون بالمكان أو باللحظة A فكانت سرعته 80، ب A زائد H كانت سرعته هي 60. طبعا ال H هي هون ربع ساعة حاليا. طيب حلو هالحكي. طيب إذا اعتبرت المسافة المقطوعة لحد اللحظة A هي F ال A، والمسافة المقطوعة لعند اللحظة A زائد H هي F ال A زائد H. حلو. طيب إذا بدي السرعة، فالسرعة شو هي؟ هي المسافة على الزمن. طيب حلو، فمعناتها المسافة بين هدول التنتين شو هي؟ هي المكان او يعني اف ال A زائد H كلها، ثواني شوي، هي اف ال A زائد H كلها المسافة لهون، بنقص منها المسافة هي، فبيطلع معي المسافة يلي هي هون بس. حلو. فأنا إذا بدي السرعة شو صارت؟ باخذ المسافة على الزمن، يعني اف ال A زائد H ناقص اف ال A على H. حلو هالحكي. واتفقنا شغله انا وانتو انه كل ما كانت هالاتش اصغر كل ما حصلت على دقه اكثر. يعني لما كانت الاتش هي عباره عن نص ساعه كانت معي سرعه، تصور عن السرعه بس مو كثير دقيق. لما كانت اتش هي نص ساعه صار معي ادق تصور عن السرعه بشكل ادق. ربع ساعه صار عندي تصور عن السرعه بشكل ادق، وهكذا. طيب حلو. اذا بدي يكون كثير 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 دقيق بالسرعه شو بساوي؟ بحكي معه مكالمة، ضل لايف معه، ايه قديش ماشي سرعة، او صور لي عداد السرعة، ايه قديش ماشي، يلا 60، 100، 150، 120، 80 وهكذا، صح؟ فهي يعني الاتش قديش بتكون هون؟ يعني كأنه عم اقول بين المكالمة والمكالمة الثانية رح يكون صفر زمن او صفر وقت، يعني الاتش عم تسعى للصفر. فاذا بدي السرعة بشكل كتير 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 يكون دقيق فبدي خلي الاتش تسعى للصفر. طيب إذا هذا المقدار أخذت نهايته لما H تسعى للصفر، فهون تطلع معي السرعة باللحظة اللي عم نحكي عنها فعلا. فهي بتكون هي فتحة عند ال A. تغير المسافة بالنسبة للزمن بنعرف نحن إنه هو السرعة، نعرفه من الفيزياء. طيب ففعلا بيكون المشتق، فبما أنه تغير المسافة بالنسبة للزمن هو السرعة، فمعناتها مشتق تابع المسافة بيطلع تابع السرعة، وهكذا. ففعلا طلع معي هي هاد من هون استنتجنا العدد المشتق، فبيطلع معي فتحة عند ال A أو سرعته باللحظة A. فهون هلا صار فينا نحكي إنه قانون العدد المشتق الأول هو هذا، فتحة عند ال A بتساوي نهاية F ال A زائد H ناقص F ال A على H. طبعا هذا تعلمناه بال11 ومو مطلوب منا حاليا غير إنه نعرفه، بالاستخدام ما كتير رح نستخدمه في شيء أريح، بس لازم ضروري كتير إنه نعرفه. هلا يا جماعة لما ال H بتكون عم تسعى للصفر بقيم أكبر فبينتج المشتق من اليمين وبكتب هيك فتحة عند ال A بقيم موجبة. طيب لما بتكون بهالحالة هي إذا كان هذا عدد فمعناته هو اشتقاقي من اليمين، إذا كان لا نهاية فبيكون غير اشتقاقي من اليمين. يعني هي الجواب هذا شايفينه؟ إذا كانت H عم تسعى لل A بقيم أكبر، تمام، فبيطلع معي فتحة عند ال A. إذا كان عدد فخلص هو اشتقاقي من اليمين، إذا كان لا نهاية فهو ليس اشتقاقي من اليمين. طيب إذا كانت H عم تسعى بقيم أصغر للصفر بقيم أصغر فبيطلع من اليسار، إذا كان عدد بيكون اشتقاقي، إذا كان لا نهاية بيكون معه اشتقاقي. طيب حلو هالحكي. فمعناتها للسهولة رح سمي هاد آخده TH وسميه وأوجد نهايته. طبعا هون أول شغلة شو بساوي يا جماعة؟ نحن إذا بدي يعني من هون تمام، إذا بدي أحكي عن العدد المشتق أول شغلة بوجد هي النهاية. نسوي الكتابة المكتوبة هون أول شيء مبدئيا، هي نسوها وهي نسوها. هلا بس لنجي لها برجع بفعل. طيب إذا بدي أحكي عن هي النهاية أول شيء بوجدها، تمام. إذا كان عدد فمعناها مباشرة بيكون التابع اشتقاقي، وعدده المشتق بيكون هو هي، عدده المشتق هو الفتحة عند ال A. طيب حلو هالكلام. هلا بنرجع وعدده المشتق هو الفتحة عند ال A، معناها إذا كانت النهاية عدد بيكون هالتابع اشتقاقي عند A وعدده المشتق الفتحة عند ال A، هالعدد اللي بيطلع معي. طيب إذا كان لا نهاية فبيكون ليس اشتقاقي، وهي بكل بساطة ليس اشتقاقي عند A. طيب حلو هالحكي. طيب إذا كان من اليسار طلع عدد ومن اليمين طلع عدد ولكن ما بيساووا بعض فبيكون كمان غير اشتقاقي، بيكون اشتقاقي من اليسار لأنه طلع عدد، واشتقاقي من اليمين لأنه طلع عدد، ولكن ليس اشتقاقي لأنه العددين ما بيساووا بعض.
طيب هلا بنجي على هي. اذا كان عندي فتحة من اليسار ومن اليمين عددين بيساووا بعض، فهون شو بيطلع؟ شو معناها؟ معناها بيكون التابع اشتقاقي عند A. هي بالنسبة لقانون العدد المشتق الأول. فمعناها رح نرجع نلخص بكل بساطة. أول شغلة بشوف هي النهاية، تمام؟ إذا كانت عدد فمعناتها اشتقاقي، كانت لا نهاية فليس اشتقاقي. إذا كان في عندي قيم أكبر وقيم أصغر، هي بتطلع عنا بتوابع الأفرع. هلا رح يمر معنا أمثلة ونشوف أي مط. إذا كانوا هالعددين بقيم أصغر طبعا وبقيم أكبر، مشتق من اليمين ومشتق من اليسار بنسميهم. إذا كان عدد من اليمين تمام، فمعناتها هو عدد من اليمين فاشتقاق من اليمين. لا نهاية من اليمين ليس اشتقاقي. عدد من اليسار اشتقاقي من اليسار. لا نهاية من اليسار ليس اشتقاقي. عدد هون وعدد هون وما بيساووا بعض فمعناتها ليس اشتقاقي. عدد هون وعدد هون وبيساووا بعض فمعناتها بيكون اشتقاقي. هي بالنسبة لقانون العدد المشتق الأول. هذا تعلمناه بال11، ولكن هلا ضفنا عليه شوية أمور لازم نعرفه. طيب إذا بدي القانون الثاني للعدد المشتق، هو ببساطة نفس القانون السابق، بس رح نعمل عملية تغيير متحول صغيرة. رح سمي الإكس هي A زائد H، فإذا نقلت للطرف الثاني فبتكون الH بتساوي X ناقص A. حلو، لما الH بتسعى للصفر فالإكس لوين بتسعى؟ بتسعى للA، لأنه بتصير A زائد صفر. فشو صار معي؟ مكان F A زائد H، A زائد H حطيناها X، فبتصير F X ناقص F A على X ناقص A، لما X تسعى للA. فهذا القانون الثاني للعدد المشتق، انه نهاية F X ناقص F A على X ناقص A لما X تسعى للA بيطلع هو F فتحة عند الA. ونفس الشغل انه اذا كان في عندي X بتسعى للA، هون طبعا مو H، بقيم اكبر بيطلع مشتق من اليمين او فتحة من اليمين. اذا كان عدد بيكون اشتقاقي، كان لا نهاية بيكون ليس اشتقاقي من اليمين طبعا. اذا كانت عم تسعى بقيم اصغر فبيكون اشتقاقي من اليسار. إذا كان عدد طبعا بينتج المشتق من اليسار. إذا كان عدد بيكون اشتقاقي من اليسار. إذا كان لا نهاية بيكون ليس اشتقاقي من اليسار. ونفس الشيء للسهولة طبعا بنسميه التابع جي اكس اللي هو اف الاكس ناقص اف الاي على اكس ناقص اي. ونفس الشغل أول شغلة شو بنساوي؟ بنشوف إذا كان عدد فهو اشتقاقي وعدده المشتق كذا، اللي طلع معي الجواب اللي طلع. إذا كان لا نهاية فبيكون ليس اشتقاقي. طبعا إذا كان عندي عدد من اليسار وعدد من اليمين فهو اشتقاقي من اليسار واشتقاقي من اليمين. ولكن إذا كانوا ما بيساووا بعض فهو ليس اشتقاقي عند A. إذا كانوا بيساووا بعض فبيكون هو اشتقاقي عند A. هيك بنكون انتهينا من قوانين العدد المشتق. بتمنى تركزوا الفيديو كتير وترجعوا تشوفوه أكثر من مرة، لأنه الفيديو القادم رح نطبق على هدول القوانين. هيك بنكون انتهينا من فيديو اليوم. تعلمنا اليوم استنتاج العدد المشتق الأول أو القانون الأول طبعا له، والثاني طبعا عن طريق السيارة اللي ماشية على طريق حمص، وقابلية الاشتقاق انه ايمت بيكون اذا كان عدد بيكون تابع اشتقاقي ولا لا، واذا كان لا نهاية. بتمنى لكم التوفيق جميعا. كنت معكم اخوكم المدرس ايهم الدالي. موفقين جميعا.